تخلى عن التوقع. احيانا يا عزيزي بنحس بالوحده مش بسبب قله الناس في حياتنا. عارف اللحظة دي لما تفتح البي سي وتكون عايز تبدأ بس مش عارف تبدأ منين؟ فيديوهات كتيرة جدا بس كل فيديو بيوترك أكتر. ده يقولك اتعلم كاب كات سهل جدا، اما التاني يقولك دافينشي احترافي لازم تتعلمه، اما التالت بقى يقولك كاب كات ايه ودافينشي ايه، انت لازم تتعلم بريمير برو. وفي ساعتها بس انت بتحس انك تايه جدا ومش عارف تعمل ايه. بس تعرف المشكلة مش فيك، المشكلة ان محدش عارف يقولك على الحاجة المناسبة لمستواك. قبل ما اقول لك تبدا ببريمير او كاب كات او حتى دافينشي لازم تسال نفسك سؤال مهم جدا: انا فين من السكه دي؟ لو عمرك ما عملت ايديت ولا عارف يعني ايه تايم لاين او كات او ترانزيشن فانت كده لسه في المرحله الاولى، ودي حاجه ما تقللش منك، دي البدايه وكلنا بدينا من هنا. المرحله الثانيه انك تبقى جربت كاب كات او اي تطبيق على الموبايل وعايز بقى تاخد شغلك ده لشغل احترافي بحيث تكسب من ورا المونتاج. اما بقى المرحله الثالثه انك تبقى عايز تدخل في عالم صناعه الافلام او تشتغل مع براندز او تسافر في اي مكان وتشتغل كفريلانسر. من الاخر كده انت عايز تعمل شغل احترافي جدا. كل مرحله من دي ليها الادوات المناسبه ليها، وكل اداه من دي ليها وقتها، ولازم تختار البرنامج اللي ينفعك في مرحلتك مش اللي عليه فيوز اكتر. صدقني البرامج ما هي الا سوفت وير وكلهم نفس الفكره. اللي هيميز شخص عن التاني هو ازاي هيستخدم البرامج دي. استنى عندك عشان في مفاجاه انتوا طلبتوها بشكل كبير جدا. ناس كتيرة قالت لنا ان البوت كامب سعره غالي ومش قادرين ان هم يدخلوا معانا، يعني ممكن فعلا 79 دولار يبقى رقم كبير نوعا ما على ناس لسه في البداية، فاحنا حرفيا غيرنا كل حاجة علشانكم. البرنامج اللي ب 79 دولار احنا شلناه خالص وعملنا نظام اشتراك جديد شهري حرفيا برقم رمزي جدا، يعني انت عارف هو حرفيا اقل من سعر وجبة. طيب اكيد سؤال جه في دماغك دلوقتي وبتقول انتوا ليه عملتوا كده؟ بكل بساطة عشان نساعد ناس اكبر ان هي تبدأ، ناس كان العائق الوحيد بالنسبة لها هو السعر. واللي هتتعلمه في ماني لاب حرفيا مش هتلاقيه في اي حته تانية، من اول الباشمهندس طاهر اللي هيغير لك عقليتك تماما وهيخليك تفكر حرفيا كانك مليونير. تاني حاجه انا هعلمك المونتاج من الصفر، يعني حرفيا لو ما تعرفش ايه كلمه فيديو دي لحد ما تقدر تعمل استايلات قويه جدا زي مان جاتزي وهوستن كولد وغيرهم كتير. وهمشي معاك خطوه بخطوه لان بيبقى فيه متابعه متواصله وكمان ورش عمل بشكل اسبوعي، ندخل كول وتيجي تسال اسئلتك، وكمان بيبقى فيه واجبات وبنراجعها وبنديك الفيدباكس. ومش بس كده، ده انا كمان هعلمك الجرافيك ديزايننج من الصفر عشان تقدر تعمل ثامبنيلز زي اللي عندنا على الشانل. تالت حاجه بقى نور هيعلمك ازاي تجيب عميل من المهاره اللي انت اتعلمتها زي المونتاج او الجرافيك ديزايننج، وحرفيا تقفل ديلز او صفقات بالافات الدولارات لان هو قدر يعمل حاجات زي كده. يعني سيبك بقى من ال 100 جنيه وال 200 جنيه اللي انت بتاخدهم في الفيديو، هو حرفيا هيعلمك ازاي تجيب عملاء يدفعوا لك بالدولار. شايف بقى كل ده احنا لسه ما خلصناش. الشهور الجايه هنضيف كمان كورسات جديده زي البيرسونال براندنج والسوشيال ميديا ماركتنج، فاؤكد لك ان دي خطوه هتغير حياتك زي ما غيرنا حياه اكتر من 180 بني ادم. من اكتر الحاجات اللي عجبتني فيهم ان هم ملتزمين دينيا، يعني بيراعوا ربنا جدا في شغلهم وفي كل حاجه. فرق شاسع يعني في التفكير. بس صراحة بعد ما دخلت أرشح البوت كامب لأي حد أعرفه، ولحد الآن برشح لأي حد عايز يتعلم مونتاج أو حابب المونتاج. دلوقتي في ناس بترد عليا وبيسألوني عن الأسعار، وده لوحده فرق معايا جدا. وكل هدفنا اننا نوصلك انك تعمل اول 1000 دولار في حياتك. وعلى فكره حتى لو ما عندكش فيزا احنا برضه عاملين حسابك، هتلاقي رقم خدمه العملاء في الديسكريبشن تقدر تتواصل معاهم وهيدوك حل مناسب ليك. فنصيحه مني خد الخطوه وابدا من النهارده. طيب بعد ما حددت مستواك وعرفت انت في انهي مرحله بالظبط، تعالى بقى نشوف ايه الفرق ما بين البرامج دي. بص الحقيقه مفيش برنامج وحش، بس في برنامج هينفعك في الوقت ده وفي برنامج هينفعك في وقت تاني. فخلينا مثلا نبدا بكاب كات. هو بصراحه برنامج ممتاز لاي حد عايز يبدا. يعني خلينا نفكر فيها كده، انت كبدايه محتاج ايه غير واجهه بسيطه، افكتات جاهزه، اي يساعدك انك تخلص الفيديو اسرع. بس السؤال هنا، هل تقدر تكمل بشغلك لما شغلك يكبر؟ هل هينفعك لو اشتغلت مع براند كبير؟ هعرفك كل ده بس كمان شويه. دافينشي ريزولف، القوة الكاملة، التلوين، الفي اف اكس، حتى شغل جرافيكس. بس المشكلة انه معقد حبتين تلاتة 4 بصراحة. دافينشي انا ما اقدرش اقول عليه وحش، ولكنه محتاج جهاز قوي ومحتاج انك تتعلم بعمق جدا. بس المشكلة الاكبر واللي انا شايفها من وجهة نظر المتواضعة انك لما بتيجي تتطور في شغلك وعايز تعمل شغل جرافيكس، من الصعب جدا انك تلاقي 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
بريمير برو. ولو هختصر كلمة بريمير برو فهقول لك البرنامج اللي هيكبر معاك، البرنامج اللي ممكن تبدأ عليه وانت ما تعرفش اي حاجة عن المونتاج، وبرضه لما هتكون محترف برضه هتشتغل عليه. واجهة مرنة جدا، الاف البلوجنز، افكتات ملهاش اخر، والتكامل ما بينه وما بين افتر افكت او من الاخر كده ما بين برامج ادوبي كلها. لازم تختار البرنامج الصح اللي هيبني مهارتك ويكمل معاك مهما كبرت. كلنا بنحب الحاجة السهلة، بس مش شرط السهل ده هو الصح. يعني كاب كات سهل جدا وبيديك نتيجة سريعة بس من غير ما تفهم ايه اللي بيحصل. يعني الافكت او الانيميشن اللي بتضيفه بيكون حاجة جاهزة، لكن على برنامج مثلا زي بريمير بتكون حاجة تفصيلية جدا، بتفهم ازاي الحاجة دي اتعملت. دافينشي هو برنامج قوي جدا بس بالنسبه لي في التلوين بس. انا عن نفسي متعلم دافينشي وبلون عليه لانه بصراحه مفيش ولا برنامج يقدر ينافسه في التلوين. ولكن انت كواحد مبتدئ وما تعرفش اساسيات التلوين ما ينفعش خالص انك تبدا على دافينشي. بريمير برو ممكن تبدا عليه من اول يوم، من اول ما تعرف يعني ايه كلمه مونتاج دي. الواجهه بتاعته واضحه جدا بس مش طفوليه، يعني هو مش برنامج، هو بيئه عمل كامله بتعلمك ازاي تكون مونتير محترف او حتى مخرج قوي جدا. البرنامج اللي هيعلمك ليه بنعمل كات، ليه بنحط ترانزيشن، هو اللي هيفضل معاك من اول فيديو. اقوى برنامج في الدنيا ملوش اي قيمه لو الجهاز بتاعك مش قادر يشيله. كاب كات خفيف وسريع بس محدود. دافينشي قوي جدا بس صعب جدا كتعليم، وانا شايف اللي بيميزه بس هو التلوين، وده نوعا ما محتاج جهاز قوي عشان بياخد وقت كبير جدا في الاكسبورت او الرندر. بريمير برو هو متزن كده ومرن وممكن تبدا عليه بجهاز متوسط. وفكره التكامل ما بين البرامج بريمير برو وافتر افكت وادوبي اديشن وكمان فوتوشوب ده هيخلي شغلك احترافي جدا، وكمان هيوفر عليك وقت كبير جدا. انا قلت لك قبل كده دي مش برامج، دي بيئه عمل كامله. الفلوس مش مشكلة، المشكلة انك تدفع في حاجات ما تنفعكش اصلا. كاب كات هو برنامج مجاني، ايوه بس مش كله، يعني بتدفع مقابل حاجات محدودة. دافينشي النسخة المجانية منه قوية جدا، ولو حبيت تطور من نفسك ممكن تشتري النسخة المدفوعة مرة واحدة طول الحياة. بريمير برو باشتراك، بس انت مش بتشتري برنامج، انت بتشتري عالم كامل فيه كل الادوات اللي انت محتاجها. من الاخر كده المجاني ممكن يعلمك، بس اللي هيكمل معاك لازم تستثمر فيه. والله يا ابني بقول حكم. بعد كل اللي سمعته ده هتلاقي برضو نفسك لسه بتسأل وتقول طيب أنا مبتدئ أبدأ منين؟ الإجابة بكل بساطة مش هقولك اختار البرنامج الأسهل، اختار البرنامج اللي هيفتح لك أبواب أكتر. كاب كات هو برنامج مناسب لو هدفك فيديوهات بسيطة، دافينشي لو عندك جهاز قوي وهتحط وقت كبير جدا إنك تتعلم، بريمير برو هو البرنامج الوحيد اللي سهل التعلم، مرن وفيه كل حاجة أنت محتاجها، وهيفتح لك أبواب شغل بجد. تاخد بقى مني النصيحة دي، البرنامج الصح اللي تبدأ عليه مهما كان مستواك هو بريمير برو. انا واحد من الناس بدات على كاب كات، ولما دخلت بريمير برو حسيت ان انا داخل عالم تاني، وخدت وقت تاني ان انا اتعلمه، مع اني لو بدات فيه من الاول وما بداتش على كاب كات كان زماني وفرت وقت كبير جدا. فنصيحه مني مهما كان مستواك ابدا على بريمير برو، حتى لو جهازك ضعيف ممكن تنزل نسخه قديمه. طيب احنا ليه بنعلمك بريمير برو في ماني لاب؟ لان احنا مش بنعلمك تبقى مؤثر على تيك توك، احنا بنعلمك تبني كاريرك بجد، تجيب كلاينتس او عملاء وتشتغل وتكسب بالدولار، وتعمل فيديوهات لما تقدمها للعميل حرفيا ينبهر. انت مش محتاج تبدا حاجه سهله، انت محتاج تبدا حاجه تستاهل تعبك، والنهارده ممكن تكون اول خطوه في طريقك الجديد. ولو حابب تنضم للبرنامج التدريبي بتاعنا هتلاقي كل اللينكات في الديسكريبشن. وفي النهايه حابب اقول لك ما تنساش انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان في فيديوهات قويه جدا الفتره الجايه، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.